هلا وغلا، مساء الخير، مساء العافية، مساء السعادة عليكن وعلى عيونكن الحلوة يا أحلى وأرق متابعات. إن شاء الله كلكن زينات. وتعالوا خلينا نشوف هذا فيديونا وهذا فيديونا. يوم متعب طبعا، حتى راح العنوان مالته راح أكتبه يومي المتعب، لأن كلش تعبت بهذا اليوم بنات. اشتغلت شغل، غسلت غسل بنات مو طبيعي، ما خليت وريد. انتم شفتوا بالبداية الورد كله غاسلته ومنشفته وخليته على ميز الطعام. هنا الطباخ هم طلعت الطباخ بنات استعملته، وبعد الكرتونة ما ضامتها. أبدأ أخليها جو الطباخ أحسن ما أذبها حرامات. خلي ارتفاع أحسن. وملابس شفتوها لها على ميز الطعام بناتهم كلها هاي يابسة، لميتها وغسلت جديد. هنا أنا ما وريتكم هاي الخيمة مال رضاوة، طبعا من نجح جابتها إلى زهورة، وعدتها قالت له بس تنجح أجيب لك خيمة، لأن هو كان كلش يحبها فجابتها خطية إليه. قلت خلنا أصورها إلكم. هنا بنات من ورا ما هم كملت كل شي فوق، صعدت بعد ما عندي شي. هاي بنات مع الأسف انكسرت الشرباية مالت الجهال، فطلعتها هنا. ما أدري يبدلون إلها هذا السير الكامل، لازم يبدله. قال أبو زهراء لازم يبدلونه ويخليلكم ماحد جديد. سويت الغرفة هنا، خليت هاي الثلاجة. راح أخاف لا تقولوا لي شلون تخلين هاي الثلاجة شوية مشتغلة بنات، خلصت غاز مع الأسف. شو نسوي؟ حطيتها على صفحة، قلت بين ما أوديها للولد يخليني إلها غاز، لأن هي تدرون بيها مالت الجهال. فوالله فجأة لقيناها صايرة حارة لين خلص الغاز مالتها، فخليتها على صفحة. هنا ظلت بس الشرباية مال كاظم ابني وكنتورة. هنا المعرض بنات كله سويت غراضه. هنا هم يرادلنا قلوب. أبو زهراء قال راح أخليلك هم هنا قلوب، لأن هذا يعتبر شلون المخزن بنات. هنا جرارة الجهال خليتها. ذيك المخاديد كلها نزعت وجوهها وغسلتهم بالغسالة. قلت بعدين لبسن وجوهن. هاي النفضة كلها رتبتها وعزلتها وسويتها بهاي الطريقة. يعني مثل ما تقولون هذا هنا أنا خليت هاي صفحة مخزن، وهاي من هنا غرفة الجهال ينامون بيها. هاي طبعا المراية يباون عليها من يبدلون أو من يسبحون ويصعدون فوق، هم بعد بكيفهم حرين، أنا خليتها إلهم. بس عدلت مجرد هاي الصفحة، لأن هم أكثر شي ينامون هنا، لأن هو السبلت فوقهم مباشرة. هنا خليت الشغل كله على النص، فلازم بنات نسوي أكل ولازم نسند قلبنا حتى نتقوى. فسويت هنا دجاج مرقة بيضة اللي هي سوب، وسويت تمن أبيض والبزالية يعني سويتها وحدها الشعرية الحشوة، سويتها وحدها حتى قالوا نخليها فوق التمن. ردوا تمن أبيض وبنفس الوقت بزل. شفتوا انتم الجدر شو مخليه بيه؟ أنا مجرد ماي وخليت بيه هيلات اثنين حتى يصير ريحة التمن كلش طيبة، والملح فقط. هنا من بعدها صبينا وسهمنا وسهمكم العافية، وكانت لمة كلش حلوة. عايلة الحمد لله والشكر. أبو زهراء واليدات ربي يحفظهم إن شاء الله ويخليهم لنا ويحفظ لنا أبو زهورة. ما قصر خطية، كل شي يجيب لهم وكل شي. وشوف حتى القلاص من يخلص مي يعبي لهم. قلت له هم صغيرونين، قال لا ما يخالف خطية. فصافن عليهم، يا لي يفرغ قلاصة يخلي لهم، يا لي ريشينا وشهم يطلع لحم. يعني كلش بطبع أبو زهراء كلش حلو، ينتبه للياكل بصفه. من بعدها خطية قلت لكم سهمكم وسهمنا العافية. هنا قمنا بنات سويت رادة والباكستانية. أبو زهراء يقول لو تخيريني بأرقى أكلة راح أقول لي تسوي لي باكستانية. قلت له يعني مو لهالدرجة، هي هاي حلا يعني واحد يحل بيها؟ قال ماكو، أنا السودان عليها، خاصة منك أنتي ما ضايقها عند أي شخص هذا الطعم. فسويتها إليه صارت تجنن وما بقت نهائيا. هنا بنات أنا كنا نباوع على لعبة الريال. طبعا أنا ريالية للنخاع كلش، يعني مشجع ريالية مو طبيعية، أفقد حتى اللي يحكي عن الريال ضوجا. فهنا قاعدة أبو زهراء أكل، قلت له لعد ليش ما ذكرتني بس أسوي لكم؟ قال يلا راح أخلي لك. فخطية خلال قلت له تخلي لي هواي، لأن هي حلوة ما أحب شيء اسمه حلا. أنا بنات يعني حتى ما يعرف عني أنا حتى الشاي أشربه بخيط مال مرارة، شلون يعني نقول شوية حلو شوية مر. فقلت له لا تخلي لي هواي، خطية خلالي شويونه. هنا أنا بنات من كملنا عشانه وتحلية وفازوا الريال والحمد لله والشكر. هنا أنا شنو ثاني يوم قلت بعد ما ظل عندي شي، لين أنا تعبت كلش والله. فالطباخ عرفته هملته، قلت يلا باكر أسوي.
هنا أنا أول ما رشيت عليه وخليته يتنقع، رحت غسلت الماعين كل شي كمليت على حسب الأصول. جيت هنا توجهت للطباخ وجلفته صار يجنن. طبعا بنات الشادر اللي مخليته أني كله أكلته الشمس يعني تعب وقام ينحت. شوفوا حتى إذا تنتبهون طايح على الطباخ، فقال أبو زهرة راح أجيب لك مزيل الدهون وخلي عليه هسه هذا كله يطيح. رغم جلفته بالسيم وما طاح بنات، فهذا المطبخ يراد له تغيرات إن شاء الله. راح أجيب مثل هذا اللون أو غير لون ينصحون بياه لون بنات أجيبه حتى أغير هذا اللون. ويراد لي سيليفون جديد والجام أسويها سيليفون. يعني يراد لنا في الشغلات ترتيبات حلوة. المطبخ الحرارة إن شاء الله. بالنسبة للمطبخ البارد ما عاوزة كل شيء كله مرتبته أنا، والسيراميك نظيف وكل شيء نظيف، بس مجرد أغسل بيه مواعين بنات، أبد ما أسوي بيه كل شيء. مجرد أغسل المواعين أخليهن على السنكين يشفن وأطلع. هنا كل استعداد يعني شغلاتي كلها اللي أستخدمها هنا زين. فهنا هذا يومنا، وأتمنى نوصل لهنا لإنسانة باللايك والتعليق. خلي أعلق لنا مثل هذا الفيديو هسه الفات. عاشت يديكم وأشكركم على التعليقات الحلوة واللايكات الحلوة، وصعدتوا لي الفيديو. ربي يحفظكم ويسعدكم إن شاء الله. كل من يشوف فيديو وربي يسعده ويوفقه إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد. وبنات دائما أدعي لكم أني، ودائما اتقي لهم زهراء شدين الراية، لأن أني المتابعين القديمين يدرون بي عند راية أبو فاضل صارت به معجزة فضميتها. والله العظيم ما شديتها قسما بالحسين ما شديتها إذا ما انطاني مرادي. طبعا أبو فاضل علاقتي بيه كلش قوية الحمد لله والشكر. هواية معجزات إذا سولفهن أجوز أكو ناس تقول تبالغين، فأنا ما حابة أسولف بيهن نهائيا. أحابة أحتفظ بيهن نفسي أحسن، لأن الناس أكو بيها ما عندها إيمان قوي بالله سبحانه عز وجل. بس اللي عنده إيمان قوي بالله سبحانه عز وجل لا راح يقول هذا الشيء الحكي تم زهراء كله صحيح، لأن معجزات أهل البيت موجودة والحمد لله والشكر. لو ما اللهم لا إحنا أصلاً ما موجودين على هاي الحياة الحمد لله والشكر. فبنات هذا فيديونا وأتمنى عجبكم. ما حبيت أتأخر عليكم ولو اليوم إلي 6 أيام أني، بس والله ما عندي مجال. هذا الشغل كله أشتغله من وراها أتعب. يعني أنا هذا الشغل كله ثاني يوم والله صبحت مالي خلق مفاصل تعبانة، أحس نفسي شلون مسخنة بنات. أنا أتعب يعني وحدي كله علي أنا، وأقوم وأقعد أنا جهالة أنا يعني كله أنا، وما عندي. هي بس زهورة قلت لكم دائما أقول لكم هي بس زهورة وزوجتها، وما عندي بس الوليدات. والوليدات ما أعتمد عليهم. الولد بنات مو مثل البنية، الولد شغلة مو مثل المرة، فأنا ما أعتمد على أي شخص. مخليتهم للشغلات الخفيفة أحشم عليهم فقط. فاللي يعرفني هاي قناتي والحمد لله. ودائما أنا أقول لكم أنا قناتي متواضعة، والتواضع لله سبحانه عز وجل. وأتمنى من عندكم تصعدون أي فيديو أنزله حتى قناتنا تكثر، وأردكم تتابعون. أي واحد يشاهد فيديو ما متابعني أتمنى يخلي متابعة، هي كلها ببلاش مجانا ما علي لا ضريبة ولا فلوس بنات. واللايك هو والتعليق يبين يعكس أخلاقك، بين هي شنو أخلاقك. فالحمد لله والشكر ما عندي سلبيات، أنا متابعين كلهم إيجابيين، وربي يحفظهم إن شاء الله ويديمهم إلي آمين يا رب العالمين. فبنات أتمنى أفتح أني بث على الأنستا، لأن الأنستا عندي أفتح أقدر عليها بث هي واليوتيوب، بس اليوتيوب تعبان ليس الأنستا. فإن شاء الله بس راح أتحضر وأكمل من شغلات اللي عندي إن شاء الله راح أفتح لكم بث إن شاء الله كله على الأنستا، وأقوم أجاوبكم وسؤال وجواب وندردش ونسولف كله على الأنستا. هنا بنات ما عنده خبز، فأنا قلت تعبانة خلنا أتعب لي يوم وارتاح أسبوع. أكو مثل يقول تعب يوم ترتاحين دوم، فأنا لا قلت خلنا أتعب يوم أرتاح له ولو أسبوع أسبوعين بنات من الخبز. فسويت معجنتين، إذا تنتبهون معجنة طحين صفر بحالة ما مخلوط عليه نهائياً، ومعجنة سويتها طحين العادي بس شنو هم يجنن لا يعلى عليه. فبنات راح يخلص فيديونا أتمنى اللي وصل لهنا يخلي لنا لايك ويشترك ويفعل الجرس حتى كل شي يوصلكم، والجاي أفضل إن شاء الله. والرادة التعليم للرياضة ما ناسيتها عند قمشة راح إن شاء الله أصور لكم وانشر لكم شلون الفيديو لهنا، وأقول لكم مع ألف سلام.